ازيكم؟ لما بكون عايزه ادلع الولاد وادلع البيت كله وادلع نفسي، كون عايزين كده نعمل حاجه حلوه في السريع، بقوم اعمل الوصفه ديت وما بتاخدش دقايق وتكون جاهزه وهتبهروا البيت كله. اي حد هيدوقها يا جماعه مش هيصدق ان هي اتعملت بالسرعه ديت، ومش هيصدق ان هي طلعت بالجمال دوت. بجد خطيره. هنجيب بقى البطاطا نغسلها ندخلها في الفرن، لما القشره بتاعتها تتحمص وتطلع كده العسل اللي انتوا شايفينه دوت كده يبقى تمام، استوت وجاهزه معانا. انا مش بقتنع باي تسويه في الدنيا الا بالبطاطا المشويه اللي قشرتها محمصها ومقرمشه، هي دي احسن تسويه للبطاطا. هنجيب بقى البطاطا بعد ما استوت هنفتحها كده بالطول زي ما انتوا شايفين، وهنجيب اي شوكه عندنا وهنهرس البطاطا عشان الصوصات اللي احنا هنحطها توصل لكل قطعه في البطاطا. هنعمل بقى كده شويه بشاميل بالسكر، ويكون البشاميل خفيف ده كده، بعد ما برد تقل شويه لكن وهو سخن بيكون اخف من كده بكتير. هنجيبه بقى نضيفه على البطاطا، وكل معلقه من الدقيق بتاخد معلقه من السمنه وكمان معلقه من السكر. والسكر طبعا على حسب الرغبه، عايزين تقللوا عايزين تزودوا على حسب ما انتوا عايزين، وشويه فانيليا هيكون جاهز معاكم. يا سلام بقى لو ضفتوا كده شويه قشطه او شويه لبن بودر، بجد بتبقى روعه يا جماعه. هنجيب بقى شوكولاته سيحتها كده وحطيت فيها قطعه زبده، يكون طعمها حلو جدا. هضيفها برضك على البشاميل الحلو على البطاطا، وشويه بقى مكسرات، كان عندي شويه مكسرات كده مشكله، بندق على لوز على شويه عين جمل. والبطاطايه التانية حطيت فيها جوز هند، وممكن نحط مثلا شويه قرفه على حسب بقى ما بتحبوا انتوا بقى، يعني بصوا شكلوا كده زي ما انتوا عايزين. والكراميل ده احنا عملناه مع بعض كتير، بس هبقى اعمله لكم برده في فيديو منفصل تاني عشان ما يكونش الفيديو طويل عليكم. حطيت شويه كراميل وشويه شوكولاته، وفي شويه عملتهم بالقرفه بالكراميل بس، يعني على حسب زي ما انتوا عايزين. وكمان بقى لو ما عندكمش مكسرات ممكن شويه فول سوداني يا جماعه، شويه جوز هند، شويه زبيب. لو ما فيش كفايه جدا شويه البشاميل اللي احنا هنحطهم وشويه الشوكولاته، ده بيخلي طعم البطاطا بجد روعه. لما تيجوا تقدموها كده لو جاي لكم بقى ضيوف وعملتوها بالطريقه ديت، مش هيصدق ابدا ان دي بطاطا، ويكونوا مبسوطين جدا كده وهما بياكلوها. والبطاطا الواحده بتكون مشبعه وبتكون طعمها حلو قوي بجد، يعني لازم تجربوها. واكتبوا لي بقى رايكم في الكومنتات، وما تنسوش الشير واللايك والمتابعه، واشوفكم في فيديو جديد، وباي باي.